بفضل الله وبتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى أنا بعمل الفكرة والكل بعد كده بياخدها ويعملها ويطلع بيها ترند كمان. عملت قمر الدين الاقتصادي ابو 10 جنيه بنفس طعم وريحة ولون قمر الدين الطبيعي، ويمكن ده يكون احلى كمان وفيه نكهة اقوى كمان. وهسيب لكم كمان رابط الوصفة بتاعت السنة اللي فاتت بتاعت قمر الدين، ممكن تلاقوها اسهل من دي بالنسبة لكم وتحبوا تطبقوها. يلا بقى نخش على الطريقة على طول، بس دعموني بقى باللايك بالله عليكم علشان انا بجد زعلانة منكم بسبب قلة التفاعل. يلا حبايب قلبي نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا على طول. معايا كيلو من الجزر غسلته كويس قوي وقشرته وشطفته تاني، ومعايا نص كيلو من البطاطا غسلتها كويس قوي عشان بيبقى فيها طينه، وبعد كده قشرتها وشطفتها كمان شطفه، وهنقطع الكلام ده كله. يبقى كده معانا كيلو من الجزر ونص كيلو من البطاطا، هنحطهم في الحله بتاعتنا كده على طول. بعد كده بقى هجيب كوبايه من الميه، علشان طبعا الجزر بيبقى قاسي وانا عايزاه يستوي كويس جدا، انا عايزاه يتهري مش يستوي بس، عشان مش عايزه يبقى فيه اي تخرزات خالص. هسيبه بقى لحد ما يستوي ونخلي بالنا ما يتلسعش من تحت. تمام، يغلي غلوتين وبعد كده نهدي النار، ومن وقت للتاني بنبص عليه ونقلبه لحد ما يستوي معانا. طبعا البطاطا مش هتاخد سوا، لكن الجزر بياخد سوا شويه، فنخلي بالنا من النقطه دي. بعد ما نسويه كويس قوي هناخده في شفشق الخلاط كده بعد ما يهدى، وهنضربه كويس قوي في شفشق الخلاط او بالهاند بلندر لو موجود عندك، بس انا بفضل شفشق الخلاط لانه بينعمه جدا جدا جدا، وانا عايزاه ناعم مش عايزه يبقى فيه اي تخرزات خالص. وكمان صفيته بالمصفى عشان لو في حتت ولا حاجه اقدر انزلها من المصفى. بعد كده حطيت نص كيلو من السكر، وهحط كمان كيس من الجيلي بطعم المشمش، نفس الطريقه يا بنات اللي انا عملتها السنه اللي فاتت بالظبط، بس هقول لكم الفرق بين الطريقه دي والطريقه اللي انا عاملاها السنه اللي فاتت، هي نفس المكونات كلها. هنضيف دلوقتي بقى معلقه كبيره من ملح الليمون، وهنقلب بعد كده قمر الدين بتاعنا، ونخلي بالنا وهو بيبكبك كده عشان ما نتلسعش لحد ما نوصل للقوام اللي احنا شايفينه ده يا بنات. بصوا كده يبقى كده خلاص تمام. هنحضر بقى الصواني او السجان بتاعتنا وندهنها كويس قوي بالزيت. انا جربت ان انا احط في صينيه من غير استرتش او كيس من تحت، وحطيت فيه قمر الدين كده زي ما انتوا شايفين، بس دهنت الصينيه زيت وحطيت القمر الدين بتاعي كده وفردته زي ما انتوا شايفين كده، واحط كيس على الوش وافرده كويس اوزعه كويس علشان يبقى السمك بتاعه قد بعضه كله، ويبقى قطعه واحده زي اللي احنا بنشتريه. تمام كده. انا عملت في الصينيه زي ما قلت لكم دهنتها زيت وما حطيتش تحتها كيس، وده غلط جدا جدا. يعني انا جربت في الصينيه دي وجيت اطلعه وما طلعش معايا. هنا بقى حطيت اكياس بلاستيك ودهنتها برضو بالزيت، ولازما الزيت اللي ندهن بيه ما يكونش ليه اي ريحه خالص، وندهن زيت ندهن كويس علشان ما يمسكش مننا ونقدر نشيله بكل سهوله. بنسيبه كده يا بنات حوالي 3 ايام او 4 ايام تحت المروحة لحد ما يجف معانا خالص، او ممكن لو انت عندك شمس تحطيه في الشمس، بس تغطيه باي شاشة او اي حاجة علشان مفيش حاجة تقف عليه، ناموسة او ذباب او اي حاجة تقف عليه يعني. تمام كده. بعد 4 ايام بنجيبه وبنشوف بنلاقي الشكل بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا لفائف قمر الدين حلوة ازاي، عايزة اقول لكم طعم وريحة ولون اقسم بالله طعمه تحفة، احلى من الجاهز 100,000 مرة. وهسيب لكم بقى الرابط بتاع السنة اللي فاتت، هي نفس الطريقة بالظبط، بس انا شلته في الفريزر بدل ما اسيبه 4 ايام تحت المروحة، انا شلته في اكياس وحطيته في الفريزر على طول. تعالوا بقى نشوف هنعمل مهلبية قمر الدين ازاي. لكل كوباية من عصير قمر الدين اللي احنا عملناه بتاخد معلقة من النشا، معلقة كبيرة من النشا، وبنقلبه على البارد وبنظبط السكر زي ما احنا عايزين. بنحط كيس فانيليا او كيسين فانيليا ونقلب لحد ما القوام بتاعه يتقل معانا، ويبقى عندنا احلى مهلبية قمر الدين. بس في تركة مهمة انا بعملها، ان انا بحط زبيب في قلب قمر الدين وهو سخن كده، بتبقى تحفة بجد. الزبيب بينفش، وكمان لو عندك مشمشية حطي قطعة من المشمش المجفف لو انت عندك يعني، حطي منه بيبقى جميل قوي، بينفش كده وبتيجي تاكلي تلاقي قطع كده بيبقى جميل قوي. بس خلينا في الزبيب عشان هو اقتصادي ومتوفر اكتر. عايزاكم بقى تجربوا طريقة قمر الدين بطريقتي، سواء بتاعت السنة اللي فاتت او السنة دي، هتعجبكم جدا. كل سنة وانتم طيبين.